السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده وجبة غدا سريعة جدا. اسرع طريقة هتعملي بيها البانيه، وتعملي كمان جنبها مكرونة خطيرة، وكمان طبق بتنجان مخلل تحفة. يعني غدا في 5 دقايق. تابعوا معايا الفيديو وما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. يلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله. اول حاجة هعملها هبتدي اعمل خلطة سريعة كده عشان ننزل عليها بالبانيه. هبتدي انزل بمعلقه مش مليانه من الملح، معلقه صغيره مش مليانه من الملح، ومعلقه مليانه، معلقه مش مليانه من الفلفل الاسود، وكمان من البابريكا، وكمان معايا حوالي 4 5 فصوص من الثوم المفرومين، وكمان نص كوبايه من الدقيق، وبنفس الكوبايه هنزل عليها بنص كوبايه من اللبن، وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعض لحد ما الخليط بتاعي يبقى مفهوش اي تكتلات خالص. اه، في ثواني ثواني يعني. بدل بقى ما بتتبلوا البانيه لوحده وبتبشروا له بصل وكمان طماطم، وبعد كده بقى طبق فيه البيض وطبق فيه الدقيق وطبق فيه البقسماط، لا هتعمليه بطريقة خطيرة بجد، حلو جدا جدا جدا. بعد بقى ما دوبنا الخليط مع بعض هنزل عليه ببيضة واحدة بس، بيضة واحدة بس، وابتدي اقلب الخليط ده كله مع بعض. ده الخليط بتاع البانيه اللي هنقع فيه البانيه، ويفضل لو مستعجله نص ساعه. لو مش مستعجله كده ممكن تقومي الصبح تحضري الخليط ده وتسيبيه في التلاجة، وقت ما تيجي تقليه تطلعيه من الخلطه دي على طول، وفي خليط الدقيق وتبداي ان انت تقليه على طول. انا دلوقتي بمسك بقى قطع البانيه وببتدي ان انا انقعها جوه الخليط التحفه ده، بجد بيخلي البانيه طعمه خطير. وحضرته في مفيش، الأكلة كلها هتتعمل في 10 دقايق. خلاص، أنا بقى هسيبهم كده يتنقعوا، واسيبهم مع بعض بقى في التلاجة كده لحد ما أعمل بقى المكرونة الخطيرة اللي انتوا مكلتوش في حلاوتها وجمالها قبل كده. حلة بقى كده في مية بتغلي، هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الملح، هبتدي أنزل بأي نوع مكرونة عندي، وابتدي إن أنا أسويها تسوية عادية خالص. السر كله في المكرونة في الصلصة بتاعتي اللي أنا هقول لكم هنعملها ازاي دلوقتي. انا بقى نزلت كده بالمكرونه، سيبها بقى تبتدي تغلي وتستوي معايا. طبعا لما اخلص المكرونه هبتدي ان انا احمر في البانيه، بس هقول لكم برضو على تتبيله بقى جافه كده تنزلوا بالبانيه على طول بيها، وتبداوا ان انتوا تحمروا بيه، وهتدوقوا احلى نتيجه. خلاص كده المكرونه بتاعتي اتسلقت اهي، بقت تحفه، بقت بجد خطيره. كمان من سر حلاوه الصلصه ان احنا نشيل كوبايه من الميه دي، ميه المكرونه، وننزل بيها على الصلصه بتبقى حلوه قوي. هابتدي بقى إن أنا أحط حوالي 3 معالق زيت في نفس الحلة بعد ما صفيت المكرونة بتاعتي. عندي بقى بصلاية صغيرة كده بشراها بالمبشرة، ناعمة بقى كده خلاص، عشان اللي بيتضايقوا من طعم من شكل البصل في الأكل مش هتحسوا شكل البصل خالص. خلاص بعد كده بقى كنت مقطعة معاكم فلفل ألوان، يعني قرن فلفل أخضر وقرن فلفل أحمر، وهبتدي إن أنا أديهم تشويحتين 3 مع البصلاية، واكون بقى محضره معاكم 4 أو 5 فصوص من الثوم دقاهم كويس جدا. وهبتدي اخدهم بعد ما البصله بقى خلاص الاقيها يعني خدت اللون الذهبي اهو زي ما انتم شايفين، والفلفل دبل، ابتدي انزل بقى بالتومه. التومه دي يا دوبك هشم ريحتها، طبعا الحله سخنه جدا فبسرعه هشم ريحتها، فبكده بتكون جاهزه معايا. ابتدي بقى اكون محضره معاكم حوالي نص كيلو من الطماطم، عشان هنزل بمعلقه كبيره من الصلصه. ادي المصفى كده، بحب جدا اصفي الطماطم، بصراحة بتبقى فيه تفل الطماطم ده ما بيبقاش ظريف. في ناس بتعمل الطماطم بتفلها كده، بس انا الصراحة مش برجحه خالص. في المصفى كده بمنتهى السهولة. عايزة اقول لكم بجد الاكلة دي في 10 دقايق بتكون جاهزة، متاخدش وقت مني خالص. اكلة المستعجلين بقى، اكلة سريعة، اكلة في 10 دقايق زي ما تسميها سميها. خلاص ادي الصلصة بتاعتي اهي طماطم، هبتدي انزل عليها بمعلقة من الصلصة. طبعا كوبايه ميه المكرونه اللي قلت لكم عليها دي هتحطوها لو في حين انتوا مش بتعملوا صلصه طماطم، بتحطوا صلصه عاديه، فبالتالي بتزودوها، بدل ما تزودوها ميه بتزودوها بقى ميه المكرونه دي، بتبقى تحفه، بتديها قوام حلو قوي. بظبط بقى، انا بقى نزلت بشويه من الملح، شويه من الفلفل الاسود، كمان شويه من البابريكا، يعني معالق صغننه كده، وكمان معلقه
نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة بتدي طعم خطير. اقلب بقى كده واسيبها تتسبك مع نفسها. ادي المكرونة خلاص، وادي الصلصة خلاص اهي بقت زي الفل. يبقى احنا كده بقى نبتدي نستبعد الصلصة خالص ونبتدي نحمر البانيه بتاعنا. شفتوا الأكلة؟ مفيش أسهل من كده. نحضر بقى خليط جاف كده عبارة عن نص كوباية من الدقيق، عليهم ربع كوباية من النشا. نص كوباية من الدقيق عليها ربع كوباية من النشا، وهبتدي أنزل بشوية من الملح ونص معلقة صغيرة من الكركم، تدينا بقى اللون الذهبي بتاع البانيه، بتبقى تحفة تحفة تحفة. وادي شوية ملح كمان، شوية ملح ونص معلقة من الكركم، ونقلب بقى الخليط كده كله مع بعضه. وكل اللي هعمله ان هاخد البانيه من الطبق انزل بيه في الخليط التحفة ده، وعلى طول على الطاسة بتاعتي. شفتوا اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. ادي البانيه كده بقى من غير ما كمان ما هتوسخي ايديكي ولا اي حاجة اهي بالشوكة. خلاص نبتدي بس احنا نفردها كده وانزل بيها، وبشوكة تانية كده هبتدي ان انا اغطيها بخليط الدقيق والنشا. النشا بيديها قرمشة خطيرة، ولا بقسماط بقى ولا اي حاجة. شايفين جمالها؟ تحفة تحفة. بصوا جمالها. هعمل كمان معاكم واحدة اهي الشوكة كده بالراحة، باخد كده طرف، وكل ما قعدتيها في التتبيلة كل ما خدتي نتيجة احلى اهي. وده بقى كده على الوش التاني، اكبسيها بس كويس من الخليط ده عشان لما تيجي تنفضيها كده بالشوكة تبقى عاملة معاكي الزجزاج الحلو ده، تديكي القرمشة الخطيرة. على طول بقى في الطاسة كده وابتدي انزل بالقطع بتاعتي. شايفين الجمال؟ هتاخد بقى لون حلو وقرمشة خطيرة وطعمها في منتهى الجمال. كمان قليت بتنجان عروس او البتنجان الطويل وحشيته، وممكن كمان تعملي طماطم مخللة او تعملي سلطة خضراء، ودي تبقى اسهل واسرع وجبة غدا هتحضريها في 10 دقايق. بصوا بقى شكلها بقى شبه البانيه اللي بيتجاب من بره، بس طبعا البانيه اللي بيتجاب من بره بيبقى شكله قرمشه بس مبقاش ليه طعم. ده بقى بيبقى ليه طعم حلو قوي، طعمه حلو قوي، لازم تجربوه ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. بصوا بقى كده هيبان كمان على المناديل لما اطلعه كده اهو. شايفين الجمال؟ ما شاء الله على جماله وحلاوته اهو، ما شاء الله. بصوا بقى ولا بيض كتير ولا بقسماط ولا الكلام ده كله، شايفين؟ ما شاء الله على الجمال. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. بصوا بقى ادي الفراخ، شايفين تحفه ازاي؟ وكمان طبق مكرونه معانا، وكمان طبق مخلل. يا رب يكون الوصفه عجبتكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.